بسبوسة مرملة ومكرملة ولونها حلو جدا. هقولكوا ازاي تقدروا تحكموا في لون البسبوسة وتطلعوها زي الجاهزة بالظبط واحلى كمان، ده احنا عاملينها بسمنة بلدي في البيت. تعالوا نشوفها دلوقتي. وشايفين بقى الترميلة بتاعتها عاملة ازاي ولونها يجنن. هي هنا متفرولة شوية لان انا قطعتها وهي سخنة، لو استنيت عليها شوية هتطلع قطعة كده سليمة وطعمها يجنن. يلا بقى نشوف الطريقة على طول ونسمي الله ونبدأ. وأول حاجة هنكرمل شوية سكر، كوباية سكر عليهم ربع كوباية مية، وهنسيبهم كده يتكرملوا مش هنقلبهم. وننزل كمان عليهم معلقة عسل جلوكوز ومش هنقلبهم. هنا نقدر نتحكم في لون البسبوسة، يعني هنا إذا كانت فاتحة قوي أو غامقة زي ما انتوا شايفين كده. أنا هغمق اللون شوية وهنزل بكوباية إلا ربع سمنة بلدي، تقلبتين كده، وننزل بكوباية لبن. هتلاقوا هنا الكراميل بدأ يجمد شوية لكن هو هيفك دلوقتي مع الغليان ده. نقلب باستمرار بالشكل ده، وده اللي هيخلي لون البسبوسة بتاعتنا زي اللي جاي من بره بالظبط، لون الكرملة دي. ورشة ملح بسيطة عشان تظبط الطعم. هنقله في حلة بالشكل ده واسيبه يبرد لحد ما احط صباعي فيه ما تلسعش، يعني يكون دافي كده حاجة بسيطة. ودي خطوة مهمة جدا عشان البسبوسة تطلع ناجحة معانا. هجيب بقى صينية واديها كده معلقة سمنة بلدي كده حلوة، اغلفها كويس بالسمنة البلدي. وهنا الخليط بتاعي او الكراميل اللي عندي برد. هجيب بقى سميد البسبوسة الناعم، النوع ده انا بستخدمه على طول، ده نص كيلو. هنزل بيه على الخليط بالشكل ده واقلبه من تحت لفوق. ما بنعجنش البسبوسة خالص، بنقلبها بس من تحت لفوق بالشكل ده عشان برضو ما تنشفش معانا، يعني ما نبالغش في التقليب عشان ما تنشفش معانا في الاخر. ننزل بقى بالخليط ده كله في الصينية اللي دهناها، وفي الوقت ده كمان الفرن بيسخن معايا على درجة حرارة 200، وهحطها على الرف المتوسط. هبدأ افرد البسبوسة بالشكل ده بايديا لحد ما اساوي الصينية كلها. الصينية دي مقاس 28، ونديها خبطتين كده عشان نضمن ان هي تساوت كويس جدا. بحب انا الحركة دي قوي. وهنا بقى اختياري، عايزينها سادة بالشكل ده ممكن تخلوها سادة او تحط لها اي مكسرات. انا هنا حاطه لها سوداني، وهبدأ اضغط عليه كده بالراحة عشان يلزق. كمان تقدروا وانتوا بتحطوا الزميل تحطوا نص كوباية جوز هند لو حابينها بطعم جوز الهند. انا هنا عملت نصها سادة ونصها بالسوداني. ندخلها بقى الفرن لمدة نص ساعة، واخر 10 دقايق قبل ما نطلعها الفرن، يعني بعد ما ندخلها كده بتلت ساعة، هنبدأ نجهز الشربات. شربات البسبوسة بيكون سخن وبيكون خفيف. كوباية ونص سكر عليهم كوباية مية، ونبدأ نقلبهم بالشكل ده. واول ما تغلي هنزل بنص ليمونة، عصير نص ليمونة، واحط كده القشرة بتاعتها شوية صغيرين واشيلها. ومعلقة سمنة بلدي بتفرق جدا في طعمها، وكيس فانيليا. شربات البسبوسة ما بياخدش اكتر من 5-7 دقايق وبنرفعه من على النار. ننزل بالشربات وهو سخن والبسبوسة لسه مخرجينها من الفرن. وشايفين بقى من نجاح البسبوسة ان هي تشرب الشربات زي ما انتوا شايفين كده. كده البسبوسة عندي ناجحة طالما بتشرب الشربات. هنغطيها شوية لحد ما تشرب كل الشربات ده. هنا الغطا لقيته صغير شوية فجبت غطا اكبر. وبس كده شربت كمية شربات كله وطالعة طرية ومرملة وطعمها يجنن، واللون بتاع الحلواني اللي احنا بنجيبه من بره. عايزينها افتح من كده شوية، ما تغمقوش الكراميل قوي. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير.